بعد هذه الرحلة الشاقة رحلة الإسراء. كان الإسراء مكافأة ربانية من الله جل وعلا لحبيبه المصطفى على ما لاقاه من آلام وأحزان بعد حصار طويل دام في شعب أبي طالب 3 سنوات، وبعد موت خديجة، وبعد وفاة أبي طالب. كانت رحلة الإسراء منحة ربانية، وكأن الله جل وعلا أراد أن يقول لحبيبه المصطفى: إن كان أهل مكة وأهل الطائف قد طردوك فإن رب السماء والأرض يدعوك. إن كان أهل الأرض قد طردوك فإن رب السماء والأرض يدعوك. قم أيها المصطفى، قم لترحل من عالم الأرض إلى عالم السماء. رفعه الله عز وجل إليه وقربه وأدناه، وخلع عليه من حلل الرضا ما أنساه كل ما لاقاه من حزن وألم وتعب. اسمع مني هذه ولا تنسها. والله ثم والله ما كان الإسراء تأييدا للدعوة بقدر ما كان الإسراء تأييدا لصاحب الدعوة. اسمعها مني. والله ما كان الإسراء تأييدا للدعوة بقدر ما كان الإسراء تأييدا لصاحب الدعوة. لا بل كان الإسراء فتنة لكثير من السائرين على طريق الدعوة. فتن الكثيرون في مكة وقالوا ما سنتعرف عليه. فتنوا. الإسراء من مكة إلى المسجد الأقصى. ولماذا الأقصى؟ سأبين التفصيل. إلى الأقصى ثم إلى السماوات العلى ثم يعود إلى فراشه في جزء من الليل. فتن كثير ممن لم تثبت عقيدة التوحيد في قلوبهم. فما كان الإسراء تأييدا للدعوة بقدر ما كان الإسراء تأييدا ومددا من الله لصاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم. إنه نصر من الله لرسول الله. أراد الله جل وعلا أن يطلع نبيه على عالم السماوات، بل أطلع الله نبيه على الجنة، فدخل النبي الجنة وانتقل من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين. بل ورأى النبي النار، ورأى خازن النار، بل ورأى المسيح الدجال، بل ورأى إخوانه من النبيين والمرسلين. رأى العجب العجاب في هذه الرحلة التي تدهش العقول بل والأفئدة. أعلم أن الإسراء قيل فيه من الكذب ما قيل، لكنني سأستخرج لكم بإذن الله تعالى من وسط هذا الركام الهائل وهذا الكذب العريض الطويل، سأستخرج لكم الحق بإذن الله تعالى في دروس مقبلة. لا أدري كم سنحتاج للحديث عن الإسراء. هل سنحتاج إلى محاضرة، إلى محاضرتين، إلى 3 محاضرات، إلى 5 محاضرات؟ ربي وحده يعلم. فلندع الرزق لله تبارك وتعالى، ولنبدأ بذكر آية الإسراء وبذكر حديث الإسراء، فلن نخرج عن صريح القرآن وصحيح السنة عمن أسري به عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده. سبحان الذي أسرى بعبده. إذا من الذي أسرى بعبده؟ الله. سأفصل كل كلمة بالتفصيل إن شاء الله تعالى، وسأفصل كل
كلمة في الحديث الصحيح بالتفصيل إن شاء الله تعالى، لكنني أقول في عجالة. يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل سريت من مكة إلى الأقصى، وإنما قال أسري بي، فالذي أسرى به هو الله. فإذا كانت القوة التي أسرت بالنبي هي قوة الله، معلوم في قوانين الطبيعة أن القوة تتناسب أو القدرة تتناسب تناسبا عكسيا مع الزمن. معلوم أن القدرة تتناسب تناسبا عكسيا مع الزمن، بمعنى إذا زادت القدرة قل الزمن، إذا زادت القدرة والقوة قل الزمن. بمعنى لو أنك قطعت المسافة من المنصورة إلى القاهرة على دراجة احتجت إلى زمن ما، ولو قطعت نفس المسافة على سيارة قل الزمن زادت القدرة، ولو قطعت نفس المسافة في طائرة قل الزمن زادت القدرة، ولو قطعت نفس المسافة من المنصورة إلى القاهرة في صاروخ قل الزمن زادت القدرة. وإذا كانت القدرة التي أسرت بالنبي هي قدرة الله إذا فلا زمن. خلاص يا أخي، انت بتقول في ايه؟ بتفكر في ايه؟ مفيش، خلاص مفيش زمن، خلاص يتوقف الزمن ويختزل كل الزمن. إذا كانت القدرة التي أسرت بالنبي هي قدرة الله، إذا كان ربنا القادر القوي العظيم الذي يدبر أمر الكون هو الذي أسرى بالنبي من مكة إلى المسجد الأقصى، اللهم رده إلينا ردا جميلا، إذا فلا زمن. اسمع القرآن تاني، أنا هقف مع كل كلمة إن شاء الله. سبحانه، وهنعرف يعني سبحانه، وهنعرف وردت في القرآن كم مرة، ووردت بصيغة الماضي كم مرة، بصيغة المضارع كم مرة، وبصيغة الأمر كم مرة، ومعناها إيه. هنقف مع كل كلمة. سبحانه الذي أسرى بعبده، مش بنبيه ولا برسوله، بعبده. ليه العبودية هنا في الإسراء؟ هنقف وهنعرف يعني ايه معنى العبودية، وليه ربنا أثنى على النبي هنا في هذا الموطن الجميل بصفة العبودية لعبده ليلا بصيغة التنكير، يعني في جزء من الليل. وهنعرف يعني ايه المعنى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، منين؟ من المسجد الحرام. هل المراد المسجد الحرام الكعبة بس ولا المسجد بس ولا مكة كلها؟ هنعرف. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ليه الأقصى؟ الله، ليه ما كانش من مكة إلى السماوات العلى؟ ليه الأقصى؟ هنعرف. إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الله، يعني مش فيه بس، لا حوله كمان. نعم. ليه؟ لنريه صلى الله عليه وسلم من آياتنا إنه هو السميع البصير. يعني ايه السميع ويعني ايه البصير؟ وليه ربنا ختم الآية بهذين الاسمين الجليلين السميع والبصير؟ نعرف. طب دي الآية بس، طب خد برضو الحديث. يبقى احنا كده أصلنا، قرأنا الآية وقرأنا الحديث وعرفنا معناه على وجه السرعة، وإليكم التفصيل بعد الإجمال في اللقاءات المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى، إن قدر لنا البقاء واللقاء. اسمع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه الآيات التي قرأتها آيات الإسراء. أما آيات المعراج فلا موطن آخر، وهو صدر سورة النجم، وسأقرأ أيضا الآيات بالتفصيل، وسأقف مع كل كلمة في آيات المعراج أيضا. اسمع للنبي. روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث أنس بن مالك، وهذا أشمل الأحاديث وأجمع الأحاديث في الإسراء. اسمع بقى، النبي هو اللي بيحكي عليه الصلاة والسلام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق. ما تستعجلش، أنا مش هفصل إلا ذلك. أتيت بالبراق. هنعرف إن شاء الله عن البراق وليش سمي بالبراق والبرق، وجه البراق من البرق، والبرق كهرباء، والكهرباء سرعتها قد ايه وسرعة الضوء.
يعني هنعرف. انا عارف ان انتم مستعجلين، استعجل. قال عليه الصلاة والسلام: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل، النبي اللي بيوصف عليه الصلاة والسلام، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، الطرف بصر، يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبت عليه الصلاة والسلام حتى أتيت بيت المقدس. قال صلى الله عليه وسلم: فربطته بالحلقة التي يربط الأنبياء، أي يربط الأنبياء فيها البراق، لأن البراق دي وسيلة السفر لكل الرسل. قال: فربطته بالحلقة التي يربط الأنبياء. قال صلى الله عليه وسلم: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين. ده لسه قبل الايه؟ قبل الصلاة. فصليت فيه ركعتين ثم خرجت. كده انتهت رحلة الإسراء. بس أقولها تاني: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن عليه الصلاة والسلام. فقال جبريل: اخترت الفطرة، اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء. هذه رحلة الايه؟ المعراج. ثم عرج بنا إلى السماء. اللي سافر منكم أمريكا ممكن، اللي راح مركز التجارة العالمي، أنا رحته بس قبل ما في أسانسير مش فاكر والله الدور رقم كام، 109 110 مش فاكر. الأسانسير ده يطلع للدور 110 فقط، أسانسير زجاجي تركب، ما بيجيبوش أرقام الأدوار على الشاشة، وإلا لو شفت الأرقام ممكن قلبك يقف. فبيطلع الأسانسير دفعة واحدة بسرعة مذهلة، بعد لحظات تلاقي نفسك في الدور 110. دي صورة يعني في الدنيا، صورة في الدنيا. يطلع فوق كم؟ شوف كم دور 110 في دقائق، دقيقتين أقل، يعني تغمض وتفتح تلاقي فين. هذا في الدنيا، هذا في الدنيا رأيناه بأعيننا. فما ظنك بما أعد خالق الكون سبحانه وتعالى؟ عشان ما تستغربش المسائل، احسن لك العقل، عقل مين؟ بل نحن نعيش الآن زمانا صارت هذه الأمور يعني معقولة جدا، وإن كنا لسنا في حاجة إلى أن نعمل العقل ما دام الدليل صحيحا، لكنني أود أن أقول بأن الدليل الصحيح لا يصادم العقل أبدا. قال ابن تيمية: إن نور الوحي لا يطمس نور العقل أبدا، بل يباركه ويزكيه ويقويه. ارجع للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه، أي للعروج إلى السماوات العلى. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه.
ففتح لنا فإذا أنا بآدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فرحب بي. الله الله الله، ابنه بقى، بل خير أبنائه. فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل عليه السلام، فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وسأعلق إن شاء الله في الدرس على فيلم آلام المسيح. جاءتني أسئلة كثيرة جدا، أكثر من 100 سؤال. قال عليه الصلاة والسلام فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا. هنبقى نقف برضه ليه في الأولى آدم، وليه في الثانية يحيى وعيسى، وليه في الثالثة يوسف، وليه في الرابعة إدريس، وليه في الخامسة هارون، وليه في الستة موسى، والسبعة إبراهيم؟ ليه يعني؟ ليه؟ اشمعنى يعني الترتيب ده؟ هنقف إن شاء الله ونقف على درر كده نفيسة لأهل العلم. قال عليه الصلاة والسلام فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما، فرحبا بي ودعوا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل، فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل قد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف. وشوف النبي وصفه هنا على طول، يعني كأن النبي ما قدرش، سبحان الله، يعني جمال يوسف طاغي قوي، فالنبي وصفه في الحديث ده. قال عليه الصلاة والسلام فإذا أنا بيوسف وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، نصف الحسن عليه الصلاة والسلام، وسيدنا النبي الحسن كله. والله مش عاجبك انت حر، صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. قال فإذا أنا بيوسف إذا هو قد أعطي شطر الحسن، فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة، فاستفتح جبريل عليه السلام. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قال قد بعث إليك؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس. طبعا كتير مننا ما يعرفش حاجة عن إدريس، نبي الله إدريس. طيب هنعرفه إن شاء الله. فرحب ودعا لي بخير. قال الله عز وجل في حقه ورفعناه مكانا عليا. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة، فاستفتح جبريل. قيل من؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل قد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء السادسة، فاستفتح جبريل عليه السلام. فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل قد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بموسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريل. فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل قد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور. الله 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 الله. بيت المعمور زي الكعبة، هنفصل إن شاء الله، زي الكعبة بالضبط، بمحاذاة الكعبة في السماء السابعة، يعني لو خر أي سقط لسقط على الكعبة. ولذلك الكعبة هي سبحان الله بؤرة الأرض، مركز الأرض،
لو سقط البيت المعمور الذي أقسم به العزيز الغفور في سورة الطور، لو سقط البيت المعمور من السماء السابعة لسقط على الكعبة، على بيت الله الحرام. قال الرسول ما تصلي السلام: فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، اسمع، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. قال: فإذا أنا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى. الله، يعني سدرة المنتهى دي وشكلها إيه، وضعها إيه، جلالها إيه؟ ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال، ثمرة كالقلال. قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد. شوف سيدنا النبي اللي يقول كده، اللي هو البليغ الفصيح اللي ربنا أتاه جوامع الكلم. قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. ينعتها يعني يوصفها صلى الله عليه وسلم. فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 50 صلاة. قال موسى عليه الصلاة والسلام: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك. والعلة قال موسى: فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم، يعني أنا جربت الأمم قبلك. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا رب خفف على أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام، حتى قال أي ربي جل وعلا: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته، فقال موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت من ربي. في صحيح مسلم من حديث أنس قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت، خلي بالك من الزيادات هذه، أتيت فانطلقوا بي إلى زمزم فشرح عن صدري، ثم غسل بماء زمزم ثم أنزلت. في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرج سقف بيتي وأنا بمكة. خلي بالك من كل الروايات، فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل فشق صدري ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه. طبعا جرحة القلب مفتوح أصبحت يعني مشهورة. ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء
الحديث. أيضا في صحيح مسلم من حديث أنس عن مالك بن صعصعة قال نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول أحد الثلاثة بين الرجلين، قال فأتيت فانطلق بي فأتيت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم فشرح صدري إلى كذا وكذا. قال قتادة فقلت الذي معي ما يعني؟ قال يعني من نحره إلى أسفل بطنه، يعني إلى أسفل البطن. قال فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم حشي إيمانا وحكمة ثم أتيت بدابة أبيض. الحديث. أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف في هذا الحديث بعض الأنبياء فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام، يعني وأشبه الأنبياء بإبراهيم. ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، وفي رواية ابن رمح، وفي رواية دحية بن خليفة. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام حين أسري بي لقيت موسى عليه السلام فبعثه النبي فإذا رجل حسبته قال رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة. قال ولقيت عيسى فبعثه النبي فإذا ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس، يعني خرج من حمام من جماله عليه الصلاة والسلام. قال ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به. قال فأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر فقيل لي خذ أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته فقال هديت الفطرة أو أصبت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. أكتفي بهذا القدر الليلة لأفصل ما أجملت في هذه الليلة في الأسبوع القادم بإذن الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.